السلام عليكم، معاكم أخوكم عمرو زامكا، وهنتكلم النهاردة عن الثقة بالنفس. إزاي تكون شخص واثق من نفسك في أي مكان، في أي وضع، في أي مناسبة اجتماعيا أو ثقافيا. إزاي تكون أنت واثق من نفسك ويكون لك حضور ولك بصمتك وانت موجود. موضوع الثقة بالنفس ده ناس كتير بتسأل عليه، ولكن مش عارفة يعني الواحد يكون واثق بنفسه ازاي، او يعمل ايه عشان يحس بالثقة بنفسه وهو موجود. ولكن الموضوع ابسط مما تتخيل. هم كلهم 4-5 عوامل لو انت اشتغلت عليهم، والحاجات دي موجودة في يومك وفي حياتك اليومية بشكل مستمر. لو انت اشتغلت عليهم كويس هتوصل لنتيجة مضمونة 100% من الثقة بالنفس، ولكن مع الاستمرارية. قبل ما نتكلم عن موضوع الحلقة، تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناة، علشان دعمك ده هو اللي بيخلينا نستمر ونكمل في الحلقات اللي بتفيدنا كلنا. أول نقطة في موضوع الثقة بالنفس، والعامل الرئيسي في الثقة بالنفس في الحياة عامة وفي كل شيء، وهيخليك دايما حاسس بالسعادة والرضا أيا كان وضعك أو أيا كان الحال اللي انت فيه، اللي هو علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى. علاقتك مع ربك ده أول نقطة تحطها في دماغك وتحط تحتيها 100 خط. دايما تخلي علاقتك مع ربنا كويسة جدا بقدر الإمكان. النقطة الثانية مظهرك الخارجي. مظهرك الخارجي اللي هو لبسك، شكلك، هدومك، كوتشيك أو جزمتك أو البرفيوم اللي انت بتحطه أو تسريحة شعرك أو ستايل اللحية بتاعتك أو دقنك. كل دي عوامل أساسية في الثقة بالنفس. لو انت يعني بتعرف تلبس كويس وبتنظم هدومك كويس وتختار ألوانك كويس حتى لو كانت بسيطة وبأقل المصاريف، هتكون شخص واثق من نفسك في أي مكان. اختار دايما الملابس الهادية، مش المرسومة واللي فيها دوشة واللي فيها حوارات كتير والكذا، لا، اختار هدوم مناسبة حتى لو كان سعرها رخيص، وحاول تنسق لبسك بقدر الإمكان مع تسريحة محترمة لشعرك، مع ستايل دقنك، مع ريحة برفيوم خفيفة. هتلاقي نفسك دايما ثقتك بتزيد، وبتحب انك انت لما تكون لابس لبس كويس هتحب انك انت تكون موجود في اي مكان. ودايما في بعض الملابس او الهدوم في نوع معين في لبسك انت بتفضله، يعني ممكن في قميص معين او في تيشيرت معين او في بنطلون معين او كوتش معين بتحب تلبسهم باستمرار، او بتشوف نفسك انت افضل في اللبس ده. لو كان معاك حاجه من النوعيات دي بالفعل في لبس بتفضله عن اللبس ده، خليه في أولوياتك ودايما تكتر منه أو تلبسهم باستمرار طالما هم بيحسسوك بالثقة بنفسك بزيادة. رقم 3 نظافتك الشخصية. نظافتك الشخصية دي أهم تاني نقطة بعد ثقتك بربك. نظافتك الشخصية مش انك انت تروح تستحمى وبس، الاستحمام ده شيء لابد منه، اي حد في الدنيا لازم يستحمى، ده لابد منه. ولكن نظافتك الشخصية بشكل عام من شعرك، من ريحتك، من ضوافرك، من كل حاجة. نظافتك الشخصية دي شيء مهم جدا جدا جدا. انا بركز على النقطة دي كويس قوي لانه في شباب كتير ما بتهتمش بالموضوع ده خالص. يمكن الموضوع ده بالنسبة لها شيء عادي، يجي من شغله ما يفرقش معاه اذا كان مثلا هيستحمى مش هيستحمى، اذا كان هيلبس لبس كويس ايا كان، لا. فالموضوع ده مهم جدا جدا. نظافتك الشخصية مهمة جدا جدا جدا. البنات بتهتم اكتر من الشباب بمراحل كبيرة في الموضوع ده، وعشان انت تكون شخص جذاب وواثق من نفسك برضو اهتم جدا بنظافتك الشخصية. رقم 4 الرياضة. اهتم كويس بالرياضة، مش تروح تمشي لي 5 دقائق 7 دقائق ولا ربع ساعة وتقول انا كده بلعب رياضة، لا. الرياضة اللي هي الرياضة بالفعل، انك انت تتمرن، تروح جيم، تشترك في نادي، تتحرك. يعني الرياضة شيء مهم. الرياضة بتنقي العقل وبتطلع الطاقة السلبية من جواك وبتعطيك ثقة كبيرة بنفسك. أولا بتخلي صحتك كويسة، شكل جسمك كويس، لبسك على جسمك لما تكون إنسان رياضي بيبقى كويس، فعشان كده بتديك دافع قوي وبتديك تحفيز وبتخليك بتحس بالثقة بنفسك أكتر من أي حد ما بيلعبش رياضة. فلازم تكون رياضي حتى ولو بسيط. رقم 5 قدم الدعم. قدم الدعم لكل اللي حواليك. كلمة حلوة، كلمة بسيطة. ما تنساش ان الكلمة الحلوة او المجاملة البسيطة دي بترفع من معنوية الشخص فوق ما تتخيل، وبتخليه يحترمك وبيقدرك وبيشوفك انك انت انسان يعني مميز كده،
وفي نفس الوقت هتلاقي كل اللي حواليك بيقدموا لك الدعم زي ما انت بتقدم لهم الدعم. عيش ببساطة حوالين الناس، عيش ببساطة، يعني جامل كل الناس، حب كل الناس، اخدم كل الناس بقدر المستطاع، هتلاقي كل الدنيا حواليك بتحبك، وهتلاقي عندك ثقة بنفسك وسعادة ما تتوصفش. معلش هاخد بس حبة شاي. رقم 6 الاستعداد. خليك دايما مستعد لأي حاجة. يعني ايه الاستعداد او ايه تكون مستعد؟ انك انت لو رايح مناسبة استعد لها، لو رايح ندوة استعد لها، لو رايح مثلا في حد طلب منك انك انت مثلا تقول كلمتين مثلا في مؤتمر، او تقول كلمتين في قاعدة، او تقول كلمتين وسط اصحابك، استعد. الاستعداد يعني لما انت تكون رايح الحاجة دي وعامل استعدادها وعامل حسابك ليها، مش متفاجئ ليها، هتلاقي ثقتك بنفسك عالية ما شاء الله، حتى ثقتك بنفسك يعني كبيرة، هتحس ان كل اللي حواليك بيدعموك انك انت مستعد للحاجة اللي انت رايح عليها. رقم 7 والاخيرة، علاقتك مع ربك. علاقتك مع ربك اهم من كل اللي عدى. اشوفكم على خير في حلقة جديدة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.